ليسمع المطايا، ليسمع البهائم. أنا ما أخاف من الله. ليش؟ ما أخاف من، يعني اكو واحد ما يخاف من رب العالمين؟ أنا من الحرمة. انت بقرارك نفسك والمؤمن يستفتي قلبه انه تقول انه الغناء حلال؟ مو بس حلال، أصلا الغناء واجب على كل إنسان، يجب أن يسمع الغناء، يجب أنه أطفاله يسمعون الغناء. أنت تسمع أغاني؟ اي اسمع. المهم اخواني، اكو بعض الناس اجلكم الله مثل الفطيسه المتروكه ومغطيه التراب، تشوفها هادئه وساكنه ولطيفه، لا ريحه بيها لا عفونه لا دود، افرش وتعشمها. لكن يا ويلك اذا جبت لك عود او حركتها شويه بيدك، الله وكيلك راسا تشنبر عليك، او ريحتها تخنق الميت، والعفونه توقف ريتك، والخيسه توصل السابع جار، واتحداك تظل يمها دقيقه واحده. كذلك بعض المعممين أجلكم الله، هو يصلي ويصوم ويقول لا إله إلا الله، وتشوفه هادئ وساكن ولطيف وكلامه ينقط عسل، لكن يا ويلك إذا حركته شوية وبزيته بحجاية، الله وكيلك رأسا يتحول عليك فرعون، أو يطلع من دماغه 1000 معاوية، أو يطلع لابس دشتاشة 1000 هبل، أو يطلع مربي شوارب 1000 أبو سفيان. أو لو فعلا كلها لابسة عمامة محمد حبا بالدين ماكو، الله وكيلك كان نزلت الملائكة تثرد لنا خبز وتخلي بحلوقنا. لكن للأسف الشديد البعض تلبس بجلباب الدين حتى يغطي على مآربه الدنيوية وأفعاله الخسيسة الرديئة. لكن سبحان الله، سرعان ما افتضح أمر هؤلاء أصحاب الجماجم الفارغة الذين همهم الوحيد هو التدليس والمتاجرة والضحك على الذقون، حتى وصل بهم الأمر يقبلون النساء جهارا ونهارا ويتمرقصون بالحفلات والملاهي الليلية، وبعضهم ينفق قبر الإمام علي، أو ينكر مظلومية الزهراء، أو يترضى على أعداء محمد وآل محمد. لنحيي ابن تيمية بالصلاة على محمد وآل محمد. واليوم يطلع الصرخي دفاع مستميت عن عائشة. الله يطيح حظك يا والله. ما أقدر أجيب له لفظة محترمة أقول طيح الله حظك يا والله. يقول اللي يطعن بها وابي بكر وعمر فلينظر في عرضه في اصله. انقلبت ما هو النبي طعن بها، علي طعن بها، فاطمه طعنت بها. المهم اخواني، زين السؤال اللي يطرح روحه ويتمرغل بالقاع، يا ترى شنو السبب اللي يخلي الصرخ يطلع طلعات ما انزل الله بها من سلطان، او حتى الشيطان نفسه ما فكر يسويها؟ شنو السبب؟ السبب هو الانتقام. هسه يجي واحد يقول شنو يعني الانتقام؟ أنا أقول لك وما أخليك دايخ. قبل فترة طلع معمم اسمه علي الشريفي، هذا طلع بشيء غير مألوف بالمجتمع، لابس عمامة أو يشعر وينكت ويتغزل بالرايح والجاي، فالناس العقلاء رفضت هذا الشيء رفضا تاما، لأن شافونه شاذ أو غير ملائم مع الزي الديني، أو يعتبر إساءة لعمامة رسول الله. فهو لما شاف الناس رفضت أو ما تقبلت الشعر والغزل ماله، فحب ينتقم منهم. لذلك هو نفسه طلع وقال أنا انصدمت بالواقع العراقي فحولته إلى سخرية. فأنا جعلت انصدمت بالواقع العراقي فحولته إلى سخرية. أو فعلا حول عمامة رسول الله إلى سخرية باللقاء مع المتبرجات والشعر الهابط، وبالنكت والتحشيش والضحك على الذقون. فكأنما أجلكم الله فطيسة متروكة، أو واحد إجا نباشها بالكرك بحيث طلعت خيسته للستار. اسمع، أو نعتذر عن هاي الألفاظ القذرة، ونتمنى من آبائنا وأمهاتنا وأخواتنا أن يسدون إذاناتهم فد 10 ثواني، وأنا وياكم على الواقص. لو تقول رجل وشاذ وذول مثليين أنا أقول لك هذا رجل ينيش. ينعلك الله يا وسخ. هاي شنو؟ هاي ترى غير شغلة. الله يطيح حظك يا سافل. المهم اخواني، فالصرخ كذلك طلع بشيء غير مألوف بالمجتمع، مرجع يلعب طوبة، الناس تقلده وهو يقلد كريستيانو. فالناس العقلاء رفضت هذا الشيء رفضا تاما، لأن شافونه شاذ أو غير ملائم أن يكون مرجع. إذا كان راعي الغنم ذيب فشنو نتيجة الشياه؟ ولا طلي ضل. نحن أسسنا الملعب ونحن نلعب به. نحن يا أخوي شو ما تلصم، هو تلعب ودية ما عندك رجليك 2 يسر. المهم اخواني، فالصرخ كذلك انصدم بالواقع العراقي، وشاف الناس ما حد يحترمه ويقلده بس الزعاطيط.
فحب ينتقم منهم، لذلك حول المرجعية إلى سخرية. لذلك تشوفه يوم يرفع اسمة أهل البيت عليهم السلام، يوم يقول سب الإمام علي واجب، يوم يرقص راب أمريكي باسم المهدي يعود، على أساس إحنا بزمن التطور والتكنولوجيا أو لازم نطور اللطم ونسوي رقص. طبعا الصرخي ذكرني ذاك المعمم اللبناني اللي يقول إحنا بزمن التطور والتكنولوجيا والانفتاح، ومن أساليب المعمم الذكي والحضاري أن يدعو الشباب إلى الصلاة بواسطة الموسيقى. اسمع المهزلة. يلتجئ رجل الدين الذكي والحضاري إلى أساليب تتلائم مع العصر، يعني يمكن أن ندعو حتى إلى الصلاة من خلال الموسيقى. ينعلك الله يا وغد. المهم إخواني، أرجع وأقول لازم تفرقون بين الدين ورجال الدين. يجب احترام كلمة الدين، فالدين لله وحده عز وجل، والتدين للبشر. إذا أخطأ رجل الدين مو معناه الدين خطأ أبدا، حاشا لله عز وجل أن ينزل دين قابل للخطأ. ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. مو هي المشكلة؟ البعض للأسف الشديد يتصور بين الدين لحية طويلة أو سبحة 101 أو محبس ها قد شذرته وعمامة طابقين. هذا مو دين، الله وكيلك، هذا طين. لو كان فعلا الدين ينقاس بالعمامة الكبيرة لكان أبو لهب سيد المعممين، لأن كانت عمامته 20 متر أو لافة على راسه، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يغزله ويطيح حظه، يقول له تبا لك يا أبا لهب. لكن البعض للأسف الشديد يستغرب لما يشوف شخص لابس كاسكيته وقميصه يتكلم بالدين، يقول له أنت جابك على الدين، ينعل شكلك. سبحان الله، كأنما الدين محصور فقط بابو عمامه أو لحيته سرح طويلة. بينما إذا يرجع التاريخ الأنبياء يلقى النبي عيسى عليه السلام صرواله بادوش سمل، ومع ذلك يخلق الطير أو يحيي الموتى بإذن الله عز وجل. الأعمام ايش دخلها بالموضوع؟ مجرد رمز لا أكثر ولا أقل، حالها حال الخوذة والبيرية مال الشرط، رمز دلالة على العلم، ما لها أي قيمة علمية أو مالية، وإنما تأخذ قيمتها من الرأس اللي يشيلها. إن كان الرأس الذي يحملها مشبع بالعلم والورع والتقوى فتصبح لها قيمة عليا، وإذا كان الرأس الشايلها يعوعي 24 ساعة هنا راح تسقط قيمته وتصير حالة حال الحضينة أجلكم الله. زين هسه يجي واحد يسأل سؤال يقول يابا إذا الدين مو عمامة كبيرة ولا سبحة 101 ولا محبس ها قد شذرته، زين نريد نعرف الدين شني؟ أخواني الدين يعني المرسل والرسول والرسالة، يعني الله جل جلاله ومحمد صلى الله عليه وآله والقرآن الكريم. بالله عليكم هل تشوفون بهذين الأطراف الثلاثة ظلم أو خطأ أو انحراف أو تقصير؟ أبدا، وإنما الظلم والخطأ والانحراف والتقصير والفساد جاي نشوفه بمن يدعي التدين. إذن يجب الحديث عن رجل منحرف تلبس بلباس الدين حتى يجعل الناس تكره الدين وأهله. لذلك أحد العلماء يقول المرأة الزانية أفضل من رجل الدين الفاسد. يا بليش؟ يقول لأن المرأة الزانية التاجر بأقدر شيء بجسمها، بينما رجل الدين الفاسد يتاجر بأقدس شيء نزل به الأنبياء والرسل. اسمع شيخ الوائل شو يقول. قال لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لا تبكوا على الدين إذا كان بيد أهله، ولكن ابكوا على الدين إذا صار إلى يد غير أهله. هاي المصيبة هذا يقول له الدين ينبكى عليه إذا كان بيد غير أهله، وبالفعل والله صار لك بيد عربنشية الله يعلم. اي والله العظيم يلعب النفس صاير يعني فظاعة. المهم اخواني ارجع واقول اكو بعض المعممين اجلكم الله مثل الفطيسة المتروكة ومغطيها التراب، تشوفها هادئة وساكنة ولطيفة، لكن يا ويلك اذا حركتها شوي هاي عود بعدنا ما حركناها التم علينا الذبان. كاش قد معفن هذا المعمم، ينعلك الله يا وغد. يعني أنت تتفاجئ، بعضكم ربما التفت أو لم يلتفت، لا أعرف. يوجد سب مشروع، السب المشروع شرعا وثابت شرعا هو سب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. السب الثابت شرعا لا خلاف فيه، سب علي بن أبي طالب مشروع
مستحب بل واجب. ما تشد حلقك انت وامثالك من الحلوق المشبوهه، ها؟